طيب من خلال برنامج بصمه ناشد جميع العراقيين بمشاركه هذا المقطع لتصل اصواتنا لدوله رئيس الوزراء. احنا نطالب اليوم باجازه بناء لقطعه الارض، الارض موجوده والايتام والطفوله، ما نقدر نقول الايتام والطفوله لا تضيع. نريد انت تتحدث لنا اكثر عن موضوع انه نريد فقط اجازه البناء، القطعه موجوده ولكن اجازه البناء طلبوا اكثر من كم مليون؟ اكثر من 40 مليون توصل، يعني قد توصل 50 مليون. والقطعه ما تسجل باسمك. هي مو بس باسم المؤسسه. ايش تقول لدوله رئيس الوزراء حاليا؟ ايش تناشده؟ بكم جمله معينه؟ يعني انا بصراحه قلت له انه ارجوك ان تجنبني ذل ومهانه مراجعه دوائر الدوله. التعب الدوائر مراجعتها. يعني انا يعني اعوذ بالله من كلمه، يعني انا عود هشام الذهب والناس تعرفني والمؤسسات ايضا اللي راجعها يعرفوني ويحترموني ويدخلوني ويضيفوني وهاي وهلقى التعب. روتين مزعج. الله يساعد الناس الفقراء. صحيح. ثق بالله، يعني انا اشوف ناس فقراء جايين من المحافظات، الله يساعدهم. يعني الله يساعد، الله يكون بعونه. اذا كان رئيس الوزراء صادق ويريد يحقق يعني نقله نوعيه في تاريخ الحكومات، أن يسهل عملية إنجاز معاملات الناس، روتين كتير، أن يختصر هذا الروتين. لأن الإصلاح والقضاء على الفساد يبدي من هنا. يبدي من كثرة الحلقات هي اللي تزيد من عمليات الفساد. طيب وموضوع أنه نريد إجازة البناء، يعني إجازة البناء، يعني ما أنا 15 سنة أشتغل ويا الأطفال، أسهل عندي من هاي السنة ونص اللي الله عليك والله العظيم. يعني 15 سنه انت مع الاطفال، ولكن هذه المراجعات تعبتك اكثر. تعبتني كلش، شيبتني والله، شيبتني زين. الله يكون في العون. يعني انت اذا تراجع بدائره واحده تتعب، فما بالك انا راجع بوزاره الاتصالات ووزاره الكهرباء والامانه ووزاره العدل ووزاره الماليه. ايش تقول له؟ 5 وزارات انا راجع بيها. ايش تقول له؟ مشروعك وصل دوله رئيس الوزراء، الموضوع على مكتبك. اتمنى منك واني كل ثقه بك انه ينجز خلال هذا الاسبوع، اتمنى.